هو ده التدرج الطبيعي اللي المفروض يحصل. ده التدرج الطبيعي اللي المفروض يحصل لظلم. لما يطلع اخبار قبل الماتش ان جون ادوارد خانق مع محمد عواد وعطى امر مباشر لاحمد عبد الرؤوف انه يلعب محمد صبحي على حساب محمد عواد اللي بيلعب بقاله 3 4 ماتشات، فده المفروض وده عدل ربنا اللي يحصل فيك ان يجي في جون في اخر دقيقه بغلطه من محمد صبحي. اصل يا جماعه محمد صبحي لعب الماتش عشان كذا شيء بيعتمد على العرضيات، فمحمد صبحي متميز في العرضيات. اهو لبس جون من عرضيه، ليه بتجون من غلطه فاتحه في عرضيه. بص يا صديقي اقول لك على حاجه قبل ما نتكلم في الماتش، انا كده كده ما عنديش مشاكل مع محمد صبحي ولا محمد عواد، الاثنين مستواهم اخر من بعض. يعني انا شايف ان حراس مرمى الزمالك هم كده كده مستواهم اخر من بعض. لكن ان انا يكون في ظلم على حساب واحد هو بيلعب معاك بقاله 3 4 ماتشات وهو الاساسي، ويجي امر مباشر من مدير اداري او من مدير رياضي النادي لاعب واحد وما تلعبش واحد، انت مالك؟ انت مالك؟ ودي المفروض يمشي فيها احمد عبد الرؤوف اللي بيسمع كلامه. هو انت مدير فني ليه؟ عشان تاخد منه امر؟ مدير فني عشان تسمع كلام واحد اداري في النادي تلعب مين وما تلعبش مين؟ طب ما احنا رجعنا على مرتضى منصور تاني. كده رجعنا تاني لايام مرتضى منصور لما يقول لك لاعب فلان وما تلعبش فلان، واللي يطلع يتكلم في الداخل في التشكيله. يا عم احمد عبد الرؤوف انا ما بين الشوطين قلت هيجي فيك جون بسبب غلطه من محمد صبحي زي ما حصل في الشوط الاول، اللي هي كره طلع فيها غلط وكره اتردت في العارضه. قبل ما نتكلم على الحكم وقبل ما نتكلم على الظلم وقبل ما نتكلم على اي حاجه، انت ما لعبتش كوره. انت جبت جون في اول دقيقتين، راجع بتدافع من دفاع منطقه قدام فريق بيتحرك وبيلعب كوره على الارض ليه؟ ما تضغط عليه وتجيب الثاني والثالث وامن نفسك بعد كده اعمل اللي انت عايزه. ليه راجع سايب الكوره ليهم وراجع في المنطقه بتاعتك في الجزاء بتدافع بيهم ليه؟ يا جماعه عارفه الفرق الافريقيه وبالذات جنوب افريقيا هو بينقل الكوره على الارض كتير بس استحواذه كتير واهدافه قليله. يبقى انت ما تسيبلوش الاستحواذ لان هو ممكن يخطف جون في اي وقت. انت لو بتلعب مع فريق تاني بس مش من جنوب افريقيا عنده نفس كميه الاستحواذ دي ونفس الفرص اللي بيروح فيها دي هيخرقك والله. ليه تحرق دم وتحرق دم الناس كلها قاعده عشان لحد دقيقه 95 يجي في الجون ليه؟ بسبب غلطه تافهه من حارس تافه، من مدير رياضي تافه ومدير فني تافه برضه. ليه؟ ليه بقى عندي ظلم في الفريق؟ طب ما انا عندي ظلم في الفريق، ما هو ده عدل ربنا اللي يحصل. لما تلاقي ان عواد هو اللي داير معاك بقاله كام يوم او كام ماتش، اصل خانق مع المدير الرياضي، انا مالي ماشي مدير رياضي اخصم له. ما تقعدوش على حساب حد، ما تلعبش حد على حساب حد. انت مش من حقك تعمل كده، مش من حقك. وعندي اونطاجي في الفريق، طبعا الصفحات كلها تنزل بقى اللي بموت على العين الساحر البرازيلي، يا جماعه ما بيلعبش كوره. هو خلاص هو تقريبا هو بيمضي العقد الراجل قال له اللي هو الوكيل بتاعه النادي ده بنستعبطهم وبنعمل بقى فاموس وقلبنا على الشعار وفي الاخر بناكل من الكلام ده. ما بقيناش بناكل من الكلام ده ومش عايزين ناكل من الكلام ده. والمشكله ان الصفحات الكبيره اللي دايره نادي الزمالك بتطبل له. شفت منه ايه اخوان بيزر لحد دلوقتي؟ شفت منه ترقيصه اتنين؟ ما بيجيبش جوان، ما بيساعدش، ما بيعملش اسيستات، بيوصل بيعمل كل حاجه، بيحنكش لحد ما يوصل عند منطقه الجزاء وبعد كده يخرب الدنيا. عدي الدباغ يا دي عدي الدباغ، انت كنت رديت على النادي الاهلي بقى وغرفه ده هتاخدك يا ناقصاك. هو انا بقى عندي الجزيري واجيل بعد كده عدي الدباغ وناصر منسي ومحمد اسمه ده اشرف ده ولا شريف ده؟ يا عم ده انا المهاجمين كلهم زي الزفت، زي والله كلهم على بعض. ما يجوا جراديشار النادي الاهلي بيضربوا بالجزمه كل يوم والتاني عايز يمشيه عايز يجيب مهاجم غيره. يا جماعه انا ليه بوصل بالحاله دي؟ انا ليه ما عنديش ذره استقرار ولا يوم؟ مدير رياضي بيتدخل في التشكيل. رجعنا على مرتضى منصور تاني. يا عم لا ده مرتضى منصور كان احسن، على اللي كان بيجيب لي لعيبه، ما كانش عندي ايقافات قيد، ما كانش عندي مشاكل في الفريق، اللاعب اللي كان بيطلع يتكلم كان بيحط الجزمه في بقه. لما دلوقتي الدنيا مستباحه. صلاح مصدق يفسخ عقده قبل من اسبوع ويمشي مع ان كان جاي لك فيه عقود بيع واعاره في بدايه السنه يعني من 3 شهور وما رضيش يبيعه. ما اديتلوش مرتبه وفسخ عقده ومشي وبكره بقى تلاقيه في الاهلي. طب ليه؟ احنا ده ليه عشوائيه في الاداره؟ ليه والله العظيم اقسم بالله جبتوا لنا المرض. احنا ما عند خلاص احنا كتير كده كتير يا زمالك والله، والله العظيم كتير يا زمالك علينا. كل الصفحات والمعلق والجماهير ماسكه شيكو بنزا كماده للسخريه، ده الماده السهله للسخريه، فما حدش هيتريق علينا وتريق علينا. هو افيد واحد النهارده في الماتش او بمعنى اصح افيد واحد في خط الهجوم في الماتش، بيجري وبيحاول وبيعافر وبيصنع وبيعمل، عنده كهرباء في دماغه زياده في الحته اللي قدام الجون، بس على الاقل بيحاول وبيجري وبيجتهد. ودخل في كوره في الشوط الاول جري بيها وكمل بيها وضرب الجزاء والحكم ما حسبهاش. وده اللي قلته ما بين الشوطين، غلطات زي كده من الحكام هي اللي بتضيعني من الماتش، هي اللي بتطلعني من البطوله. انا ممكن في الاخر الاقي نفسي عمال احسب في حسابات ان انا طلعت من البطوله بسبب كوره زي كده، بسبب جون في الشوط الاول بتاع سيف الجزيري ما اتحسبش، حسب فاول. فاول فين يا حكم يا عم؟ فاول فين؟
وجماهير الاهلي امبارح طلعوا كلها زغط علينا عشان الحكم حصل ضربه جزاء، وانا طلعت قلت هي مش ضربه جزاء. ولما شفت الملخص ما بين بعد الماتش وشفت الاحداث، ليهم ضربه جزاء بتاع ياسر ابراهيم ما اتحسبتش، وليهم جون صحيح واتحسب اوفسايد. انا مين بقى اللي هيزيط لي الدنيا ويعمل لي الهاله الاعلاميه اللي حصلت امبارح دي؟ محدش. عارف ليه محدش؟ عشان انت مجلس اداره ضعيف، عشان مدير رياضي ضعيف، عشان مدير فني ضعيف، عشان لعيبه ضعيفه، عشان احنا جماهير ضعيفه. ده مش منطق. هو اللي بيحصل فينا ده مش منطق. الزمالك ده اصلا كده كده كله على بعضه خارج المنطق. نادي لا منطق. انا ليه يحصل فيا كده؟ ليه ابقى كسبان بره ارضي لحد الدقيقه 95 وفاضل دقيقه يا صبحي؟ طلع يا عم بالبوكس يا عم انت عارف حصل فينا كده ليه؟ اقول لك ليه. اصل حصل مشكله بيقولوا ما بين جون ادوارد ومحمد عواد امبارح. فانا ازاي نادي الزمالك يخرج بقى عادي فالدنيا تعدي؟ لا، ده لازم يجي فيها جون من غلطه من الحارس اللي المدير الرياضي قال للمدير الفني انه يلعب على حساب الحارس اللي اتخانق معاه، فالحارس اللي هو بيلعب على حساب الحارس اللي اتخانق معاه يعمل غلطه زي كده تافهه، فالدنيا تقوم بقى وما تقعدش، فيحصل بقى المشاكل وتتورد المشاكل تحط في الصوره. عارف لو ده ما حصلش ما كانش حد يطلع يتكلم، كانت هتعدي. بص المشاكل اللي بتعدي. لكن عشان انا الزمالك، وعشان انا نادي خارج المنطق، وعشان انا نادي الظلم فيه بين، حصلت الكارثه دي في الدقيقه 95 عشان نتحول بقى لساركازم والدنيا كلها تقلش علينا. عرفت ليه؟ ما هو لو محمد صبحي طلع الكوره دي وما دخلتش جون ما كانش حدش يطلع يتكلم. حتى اللي كان هيتكلم بعد الماتش هيقول لك يا عم والله في الاخر لا اصل صبحي تطوره في الكرات العرضيه احسن من عواد، واحنا شايفين تطور ملحوظ، فمحدش يعرف يتكلم مع المدير الرياضي، فاصل هو بيتكلم على صفه النادي. ده اللي كان هيتقال صح؟ ازاي بقى يتم؟ دقيقة دقيقة كانت كفيلة بهد استقرار نادي الزمالك اللي هو أصلا مهدود. دقيقة 95 دقيقة عدوا وخمس دقايق 6 دقايق في الشوط الأول، يعني أنت بتتكلم فوق ال 101 دقيقة وفضل دقيقة دقيقتين يا سيدي. الناس عندنا في الزمالك بتنتقد لعيبة بعينها. حد عارف ينتقد عدي الدباغ؟ ما حدش يعرف ليه؟ اصل ده كان في النادي الاهلي فجالنا، فاحنا لو انتقدناه هيقولوا علينا انتوا لبستوه. يا عم انتقدوا، ما انت لبسته. الناس بتنتقد شيكو بنزا اصل هو الماده السهله. يا عم انتقد خوان بيزيرا، مش هينفع نفضل نقول طول عمرنا هو جاي مكان زيزو فلو انتقدناه الاهلاويه هيمسكونا سخريه، اصل انت لبست مكان زيزو عشان تعرف زيزو. يا عم بلا زيزو ولا خرا بقى، خلاص مشي. خلاص طلعه من دماغك بقى، ارميه. انت جبت لاعب مكانه وما بيأديش، وانت شايف انه ما بيأديش، وشايف انه اونطاجي، وشايف انه عمال يخرب الدنيا عليك، وشايف انه عمال يعك، انتقده. محمد اسماعيل النهارده المدافع بيلعب مركز 6 احسن من دونجا. بيدخل من غير تدخل قوي، من غير خشونه، من غير فاول، بيقطع الكوره، بيبني هجمه. بس انا فرحان بقى ان انا بطبل لدونجا عشان بيرفع الشورت وبيجري في الملعب، ويا اصل هو بيحتفل على النادي الاهلي فده الحراق الجديد. يا عم ارحمني يا جدعان، والله العظيم اقسم بالله تعبانين. حال نادي الزمالك لا يسر عدو ولا حبيب يا جماعه. ده الناس بقى بتشفق علينا يا جماعه، الخصوم بتاعتنا بقى بتشفق علينا والله. انا بلعب كونفدراليه سن رابعه على التوالي، وتعادل مع كايزر تشيف، واكسب في الشوط الماتش الاولاني مع فريق والله اي 11 واحد مصري بكرش يكسبوهم عادي، بدون اداء وبدون اي تفاصيل فنيه. وعندي مدرب ضعيف جبان عشان من اول دقيقتين في الشوط الاول سايب الكره للفريق الخصم ورجع يدافع منطقه جزائه، بيعمل لي دفاع منطقه على فريق هو اصلا متميز في الاستحواذ زي ما بلده كلها متميزه في الاستحواذ، وسايب له الكوره. طب ما انت سايب له الكوره، هو عايز كده. هو متميز في الاستحواذ ما تسيبلوش الكوره، اضغط عليه. الحارس بتاعهم عنده مشكله في العرضيات، وده بان في الهدف الاول وبان في كذا كوره في الهدف بعد عرضيات بعد الشوط، في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. كمل زود عرضيات. الحارس بتاعهم ضعيف في العرضيات، زود. انت بتشوط عليه ليه من بعيد؟ ما هو اصلا شويه كويس في الصديات البعيده. هو عنده مشكله في العرضيات. عملت انت بقى كام عرضيه بعد ما عرفت ان هو مش متميز في العرضيات وعنده قصور في العرضيات؟ ما عملتش. العرضيه اللي جبتها كانت بتاعت عمر جابر في الدقيقه 90، اللي لو كنت لو دي الدباغ جون فاضي كان هيضيعها. بعدين الدباغ يا جماعه بيضيع انفرادات الواد اشول بتجيله الكره بالانفراد على رجله الشمال وبيضيعها. ضاعت. ما حدش ينتقده. عارف ليه؟ اصل لو انتقدوه هيطلعوا لنا بقى الرساله اللي هي بتاعت الصوره اللي هي بتاعت 1907 لما كنسل عليهم ورد على 1911، فيقول لك شوف انت لبسته. يا عم غور في داهيه، يا عم غوروا في داهيه. انا ما عنديش يا جماعه محترفين عليهم القيمه. انا ما عنديش لعيبه تشيل لو واحد من الاساسيين اللي هم اصلا ما عليهمش القيمه، لو واحد منهم اتصاب اللي بره اوسخ واضل.
مفيش حتى لاعب بيمسك في الفرصه بتاعته. مفيش لاعب يقول لك يا جماعه انا بلعب في نادي الزمالك انا هموت نفسي علشان تاخد الفرصه، عشان ده شرف ليا وده اللي هيستمر ليا ولعيالي بعد كده. انا كنت بلعب في نادي الزمالك وبقيت نجم وده اللي هيخليني بعد ما اعتزل اشتغل في الفضائيات واشتغل في مفيش الكلام ده. نادي الزمالك بالنسبه لهم انا باخد قبضي، ما خدتش قبضي مش هلعب، وهكذا. الزمالك بقى من انيل لانيل. احنا تعبنا، ما عندناش طاقه ليكم. حسبي الله ونعم الوكيل اقسم بالله في اللعيبه وفي الاداريين وفي المدير الفني وفي كل واحد بيطبل للناس دي بدون اي وجه حق. يا عم لما يكسب ولما يعمل اداء حلو كلنا هنطبل له، كلنا هنبقى مبسوطين. لكن انا اطبل في الخساره وفي الهزيمه وفي التعادل عشان ما يتقالش عليا لبست لاعب، يبقى على الدنيا السلام. سلام.